داخل نادي الزمالك، مبروك بطلات الذهب، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. انا هبه الله محمد مصطفى. انا مدير اداري الفريق. السنه دي تكريما ليا، انا كنت لاعبه بقالي في النادي 22 سنه. والسنه اللي فاتت 16 سنه في الدرجه الاولى. السنه دي بتكرر وماسكه الجهاز بتاع الطايره. الف مبروك، طبعا بطوله غاليه وبطوله مهمه رغم الظروف الصعبه اللي بيواجهها نادي الزمالك، لكن قدرتوا توصلوا لفرقه بطوله مهمه تسير قدم الزمالك. اكيد طبعا، احنا كنا هدفنا ان احنا ناخد البطوله، يعني احنا ما عندناش حاجه تانية ان احنا ناخد البطوله، يعني احنا هدفنا داخلين ناخد البطوله، مش داخلين ناخد تاني او تالت، لا. ظروف النادي اللي احنا فيها دي كنا عايزين طبعا نفرح المستشار ومستر احمد ان احنا لا رجاله وداخلين هناخد البطوله الحمد لله. رغم الازمات والمشاكل الا ان بطولات الذهب من طرف الزمالك اثبتت هناك قدر المسؤوليه. يمكن اول سنه في الجهاز الاداري، كلمينا باختصار كده عن الجهاز الاداري. اكيد طبعا. انا طبعا كنت بناخدهم ونتكلم معاهم، احنا رجاله، احنا ننسى الدوري، ان الدوري كان ضاع مننا، احنا لازم نثبت للناس كلها ان احنا كمان ما خدناش دوري، هناخد الافريقيا، ولو ان شاء الله ربنا كرمنا ودخلنا في كاس العالم وشاركنا هناخد كاس العالم. احنا يعني ده كان لازم طبعا الحافز النفسي اكتر من اي حاجه تانية. احنا عندنا بنيات كويسه قوي، بس احنا محتاجين نلم الفرقه ويبقى عندنا حافز نفسي. طموحكم ان شاء الله للفتره اللي جايه دي بدايه دافع لحصد البطولات ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا، اكيد اللي جاي بقى احسن بكتير ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. هل في تدعيمات لفريق الطايره ولا المجموعه اللي موجوده هي اللي مكمله؟ لا، لحد دلوقتي طبعا المجموعه مكمله، لو طبعا في حد مميز اكيد طبعا احنا مش هنستنى، هناخده على طول باذن الله ويكمل مع الفرقه باذن الله. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك.